السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب ثانوية عامة، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. طبعا بعد الفطار احنا معاكم دايما. النهارده الحلقة السادسة من رمضانيات وليد قنديل. في البداية طبعا حابب أشكر كل الناس اللي متفاعلين معانا على الصفحة وعلى الحلقات، وفي شكر جاي كتير جدا جدا على الحلقات، وده حاجة مفرحاني قوي وأنا معاكم إن شاء الله. يلا على بركة الله نبدأ الحلقة السادسة. يلا بينا. يلا بينا. نبدأ مع بعض بقى أفكار الحلقة السادسة. يلا بينا. في فكرة مهمة قوي 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 بتيجي في الامتحان بنسبة 100% أو نقول يا عم 90%. هي إيه بقى؟ فكرة إنك تديك خليط من حاجتين وتضيف لها حاجة تالتة، والحاجة دي تتفاعل مع جزء منهم وتسيب الجزء التاني، ويسألك عن النسبة المئوية. النسبة المئوية. بص يا سيدي، السؤال بيقول ايه؟ بيقول خليط من كبريتات صوديوم وصودا كاوية كتلته 2 جرام، أضيف إليه حمض HCl حجمه 20 مللي، تركيزه نص مولر. احسب نسبة كبريتات الصوديوم في الخليط. خليك معايا وحاول تحل معايا كده. طيب، هو السؤال بيقول ايه؟ دلوقتي انت معاك خليط عبارة عن حاجتين، عبارة عن Na2SO4 و NaOH، كلهم على بعض كام جرام؟ هما 2 جرام. ده كام؟ الله أعلم. ده كام؟ الله أعلم. وبعدين حط إيه بقى؟ حط عليهم HCl حجمه 20 ملي لتر، تركيزه نص مولاري، حطهم عليه. عاوز نسبة ده اهو، نسبة دي في العينة كلها. ده سؤال مهم أوي في الامتحانات، أو شبيهه في الامتحان مهم جدا جدا. طبعا خد بالك الفكرة هنا إيه؟ إن HCl لما ينزل مش هيتفاعل مع الكبريتات. HCl ما ينفعش يتفاعل مع الكبريتات لأنه أقل ثبات من حمض الكبريتيك. يبقى يتفاعل مع مين؟ مع NaOH. نكتب بقى معادلة بين NaOH و HCl. أدا NaOH زائد HCl هيطلع NaCl ومية. نكتب بقى القانون اللي احنا عارفينه، مولات HCl على المعامل بتاعه اللي هو 1 بتساوي مولات NaOH على المعامل بتاعها اللي هي 1. بالنسبة للحمض حجمه 20 في 10 أس سالب 3، تركيزه نص على 1. بالنسبة للقاعدة NaOH انت مش عارف حاجة عنها بس عاوز كتلتها، خلاص عوض عن الكتلة. كتلة المادة على الكتلة المولية اللي هي 40 على 1. نخلص كده مع بعض بالآلة الحاسبة. يبقى عندنا هيطلع 1 من 100. يبقى 1 من 100 بتساوي كتلة NaOH على 40. إذا كتلة NaOH بتساوي 40 في 1 من 100 في 40 هيطلع الجواب 4 من 10. 4 من إيه؟ من 10. أوكي، يبقى نسبة NaOH في العينة 4 من 10 على 2 في 100. يبقى نقسم على 2 في 100 يطلع الجواب 20%. 20% ده معناه إن نسبة كبريتات الصوديوم هيساوي 100% ناقص 20 ب 80%. ودي فكرة مهمة أوي في الامتحانات، إنه في HCl لما نزل اتفاعل مع جزء وساب جزء، وده بيجي كتير جدا في الامتحانات. الفكرة اللي بعد كده فكرة برضه يلعب على ايه؟ يلعب على حتة ان في رواسب وفي مواد تذوب وفي مواد لا تذوب. ازاي؟ أضيف نترات الفضة إلى محلولي ملح في أنبوبة، ثم حط محلول النشادر، وتم تعيين كتلة الراسب النهائي لقاها 5 جرام. يعني في راسب موجود
في راسب موجود لسه. فان الانبوبه كان بيها ايه بقى؟ كان فيها يا ترى بروميد وكلوريد، ولا فوسفات وبروميد، ولا فوسفات وكلوريد، ولا فوسفات ويوديد؟ طبعا انت في الامتحان ممكن تشغل دماغك بكلمه 5 جرام، بس الفكره مش كده خالص. الفكره عاوز اعرف مين داب ومين ما دابش. لما تحط اي جي ان او 3، اي جي ان او 3 هنا هيكون اي جي بي ار واي جي سيل، والراسبين بيدوبوا في النشادر. حلو النشادر، اذا ما فيش راسب اصلا هيتكون يبقى ده غلط. لما تحط اي جي ان او 3 هنا هيكون فوسفات فضه وهيكون بروميد فضه، والاثنين بيدوبوا في النشادر، اذا مش هيبقى راسب، برضه غلط. لما تحط اي جي ان او 3 هنا هيكون فوسفات فضه وكولوريد فضه، والراسبين برضه بيدوبوا في النشادر، اذا برضه غلط. اما لما اجي هنا واحط اي جي ان او 3 هيطلع راسبين فوسفات فضه ويوديد فضه، وطبعا اي جي اي راسب لا يذوب في النشادر، فده ال5 جرام اللي بقوا تبقى الاجابه الاخيره. يبقى نلعب على حته ايه؟ الذوبان في المذيبات وعدم ذوبان مواد اخرى في نفس المذيب. طيب الفكره الثالثه انه يلعب على فكره ان ماده مؤكسده تتفاعل مع مواد ما تتفاعلش مع مواد اخرى. ازاي؟ يختفي لون محلول برمنجانات بوتاسيوم محمضه، طبعا ده خدناه قبل كده، عامل مؤكسد قوي. لما تضيفه لمين؟ يبقى انت كده بتدور في اختياراتك على ماده قابله للاكسده. ما هو البرمنجانات لونها مش هيختفي الا لما تحطها على ماده قابله لمين؟ للاكسده. طيب كبريتات حديد 3 وملح نتريت صوديوم ده قابل للاكسده؟ لا. ده قابل للاكسده؟ يبقى الاجابه غلط. نيجي رقم 2، نترات صوديوم قبل الاكسده؟ لا. كبريتات حديدوز قبل الاكسده؟ تبقى غلط. هنا نترات حديد 3 قبل الاكسده؟ لا. كبريتيت صوديوم قبل الاكسده؟ برضه يبقى غلط. تعالى بقى الاخيره، كبريتات حديدوز ونيتريت بوتاسيوم قبل الاكسده، وبالتالي هنا البرمنجانات تتحط عليها اللون يختفي. كده احنا خلصنا الحلقه السادسه. يلا بينا نشوف السؤال بتاع النهارده ايه. يلا بينا نيجي بقى على سؤال الحلقه السادسه. عند التقطير الجاف لملح ايثانوات صوديوم، فان الملح الغير عضوي الناتج يتم معايرته باستخدام صودا كاويه، ولا حمض الكربونيك، ولا حمض الهيدروكلوريك، ولا ملح الطعام؟ نقول لك كمان مره. عند التقطير الجاف لملح ايثانوات صوديوم، فإن الملح الغير عضوي الناتج يتم معايرته باستخدام حمض الهيدروكلوريك، ولا حمض الكربونيك، ولا صودا كاويه، ولا ملح الطعام. كده خلصت حلقتنا النهارده، نتقابل على خير الحلقه الجايه. يلا بينا، سلام.